يقولون جميع واحد يقول انه هي انتحرت هذا غبي ابن غبي. يا هلا والله حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. قبل اشوف الفيديو اتمنى تحطون لايك واشتراك بالقناه، شارك الفيديو لاصدقائكم حتى تبين الحقيقه عند الكل. واذا انت بعدك جديد وما مشترك بالقناه اشترك بالقناه وخليكم معي. راح نشوف احنا وياكم هذا الفيديو الادله اللي شفناها على جسم الدكتوره بان بعد ما راحت للمستشفى. خليكم معي، خلينا نشوف الفيديو احنا وياكم سويا. يعني مثل ما جاي تشوفون بالفيديو، شاقة ايدها منا لهنا وراجعة شاقة ايدها منا لهنا، ونوب رجعة كاتبة على اساس كاتبة اريد الله. لك بابا انتوا اللي تقولون ان هي انتحرت، انت عندك عقل براسك؟ عمي ترى ماكو تصرف. اللي يقولون جميع واحد يقول انه هي انتحرت هذا غبي ابن غبي. ماكو شي ترى، وينك واحد يشق ايده منا لهنا وانه بيرجع يشق ايده منا لهنا ويطلع العظم ويقول انه هي رجعت كتبت وانتحرت. غير الضربات اللي شايفينها انت على جسمها، على وجهها، بظهرها وكل مكان، والدم اللي نازل على طول جسمها. ترى حتى المريض ما يسوي هيك شيء، حتى اللي يريد فعلا ينتحر ما يسوي هذا الشيء، يبلع على حبايات ينتحر وخلاص. هذا الشيء مستحيل انه الاخر يوم بعمره انه يقول انه هي فعلا ان هي الدكتوره هي منتحره. مستحيل هذا الشيء، مستحيل انه واحد يقنعنا انه يقول هي منتحره. ابد ابد لا تقنعنا انه هي فعلا منتحره. هذا الشيء متفقين عليه وهذا الشيء واضح. قلبي هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. شاركوا الفيديو اصدقائكم، كتبوا لي رايكم بالتعليقات، شنو رايكم بخصوص موضوع الدكتوره بان.